السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأول مرة بيشوفني وبيتابعني أنا أمان، ودي قناتي قناة المبدع في مفروشات وتفصيل. إن شاء الله هنعمل ليفة دائرية، والمشروع ده مشروع جميل ومربح من المنزل. وانت يا ستي الكل قاعدة في البيت هتجيبي الليف ده طبعا مش غالي خالص. ولو عايزة تزرعي كمان في منزل، يعني بتزرعيه، لو عايزة تزرعيه في البيت تزرعيه ما شاء الله بيطلع جميل قدام البيت. تمسكي الليفة معايا كده وتفتحيها. تفتحي الليفة فيها بذر، فيها اي حاجة بتطلعيها. ده غير انك كمان بتفرديها عشان تعمل معاكي كميات كبيرة. انت شايفة كده؟ شفتي اهيت؟ بتدي معايا مسافة كبيرة زي ما انت شايفة كده اهو. عايزة اعملها زي ما هي كده اعملها، عايزة اعملها دائرية هحط الدايرة اهوت، وهبدأ اقص من هنا كده بدوران برضه. تمام، احطها معايا اهو وافرد، اشد عشان تتفرد معايا اهو، تبقى دايرة كبيرة زي ما انت شايفاها. شوفت عاملة ازاي؟ هجيب اهو، شو دايرة ازاي. هجيب عايزة اعمل قماش من اللي هو بيتعمل ليف برضه بيتباع ده، اجيبه واحطه فيها من هنا كده اهو، خيطه عليها كده، او الزقها يبقى معايا الليفة شغالة من جهتين. الجهة دي لو عايزة ناعمة ماشي هي، لو عايزة الجهة الناعمة اهوت انت شايفة كده، عايزة الجهة ديت اهي. ولا افضل بقى كمان اهوت، ان انا اخلي الجهة ديت واجيب مية وانعمها بها. خلاص زي ما انتم شايفين كده، ليفة جميلة جدا اهي، ومشروع سهل جدا ما بياخدش وقت خالص، تعمليه في ثواني، ما ياخدش معاكي اي وقت خالص وانتي قاعدة في البيت. طيب لو انا عايزة اربطها، اعملها برباط، اجيب الليفة احطها اهو عشان اعلقها. اجيب قماشة من نفس القماش اهوت، وابدأ استف ديت، احطها هنا كده اهو، واجيب الرباط عشان اعلقها. عايز اعلقها عايلية، اعمل لها علقة من هنا كده اهوت، علقها من العلاقة دي تخيطها فيها، او عايزة تربطيها ربطها كده في انكية كده زي ما انت شايفة كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.